في الظل كده ومحدش واخد باله، في اليمن في أسطورة قديمة بيخوفوا بيها العيال اسمها الجبرتي. الناس هناك بيقولوا إن الجبرتي ده مخلوق غامض، نصه آدمي ونصه شيطان، وبيظهر بالليل في الأماكن المظلمة، ولو شاف عيل صغير بيلعب بره البيت بعد المغرب يخطفوا أو يخبطوا على راسه علشان يتعلم الدرس. الأهالي كانوا بيستخدموا القصة دي زمان علشان يخلوا العيال يقعدوا في البيت بدري وما يتأخروش، والعيال كانوا فعلا بيترعبوا من مجرد ذكر الاسم. بعض الروايات بتقول إنه كان طويل بشكل مرعب وصوته غريب يدوخ أي حد يسمعه، وفي ناس بتزود حبتين وتقول إنه بيظهر فجأة من وسط الضلمة ويمشي ورا العيال لحد ما يجروا مرعوبين. القصة لحد النهاردة بتتقال في اليمن كواحدة من أشهر الأساطير الشعبية، زي عندنا كده أمنا الغولة. بس الأغرب بقى إن في ناس مصدقة وعندها دلائل إن الجبرتي حقيقية.